استهدى بالله واقعد على مكتبك ذاكر علشان مفيش حد يمتحن مكانك. استهدى بالله وجهز شنطتك وانزل التمرين علشان صحتك أهم. استهدى بالله وجهز لبسك علشان تنزل لشغلك أو لمدرستك أو لجامعتك أو لأي حاجة وراك. بلاش تأجل لأن التأجيل هيعلمك الكسل. استهدى بالله وجدد نيتك واجمع شتات نفسك واعمل اللي انت مأجله، الحاجات دي هي اللي مكبلاك. استهدى بالله وعامل اللي حواليك كويس علشان انعكاس ده يظهر عليك فانت كمان تعيش سعيد. استهدى بالله واحمد ربنا سبحانه وتعالى على اللي في ايديك علشان تبدأ تشوف الخير واللطف والستر والتوفيق مش عكسهم. استهدى بالله وسيبك من العادات السلبية تدريجيا، بلاش عقدة الذنب. بص لقدام، انت تستحق تكون نسخة افضل من اللي انت عليه دلوقتي. العمر لسه جاي وانت لسه هتعيش، تستحق تكون فيه شخص مميز، تبقى قدوة لغيرك، راضي عن نفسك وعن محاولاتك. استهدى بالله وركز على نفسك، سيبك من غيرك، مفيش حد هيتحاسب مكانك ولا معاك، ولا انت هتنفع حد في الموقف ده ولا هو هينفعك. ركز على نفسك، سيب الحساب لله وسيب معاه الحاجات اللي مش عاجباك. ما تهدرش طاقتك على حاجات لا هي مسؤوليتك ولا هي أصلا شغلك. استهدى بالله وانت مقتنع مش وانت حافظ. استهدى بالله لأن مفيش أي حد في الوجود هيحبك قد ربنا سبحانه وتعالى، ولا في حد عاوز مصلحتك قد ربنا سبحانه وتعالى، ولا في حد هتحس بالأمان بيه ولا معاه زي ربنا سبحانه وتعالى. أما كل الباقي اللي حواليك دلوقتي ده، سواء ناس، أحداث، مواقف، أماكن، هبات، عطايا، كلها أسباب. أما التوفيق من المسبب. فاستهدى بالله واسأل الله من فضله. سلام.